تعليمي جديد، وهو كيس يحطوا فيه الاولاد الصغار تاع التحضيري ولا تاع سنه اولى. الخشيبات نسحقوا الطول تاعها فيه 45. اما العرض تاع هذه القطعه 20 سنتيم. نسحقوا كوردون فيه 120 سنتيم. نحتاجوا هذه القطعه نطبقوها على زوز هكا قد نخليو من فوق الجهه مفتوحه مش جهه مغلقه. نخليو 6 ولا 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر من كلتا جهتين. اما هادوما لي كوتي هادوما في زوز نخليو 1.5 من كلتا جهتين، 1.5 ونحكمو الطباشي والمسطره ولا الطباشي والمسطره نديرو زوز خطوط متوازيين. من هنا نديرو خط هكا. هذه اللي ما تعرفش خلع، اما الخياطه اللي تعرفوا مالفه تما مش لازم ندير هذوم الخطوات هذوم تاع المبتدئين. نديرو خط من وخط من باه ما تغلطش كيما تقص. نقصوا من الجهه هذه ونزيدو نقصوا من الجهه هذه. بيان سور نكونوا مركبين الخيط غاز على حسب على حسب لا كولور تاع القماش. انا اليوم درتهم البنتي مع انها سنه اولى، لكن درت للاولاد ديريلو كيما نقولوا حنا بلو ولا واش عندك واش متوفر لك لي شوت في الدار. دركا هادوما عندنا مستطيل هكا، عندنا هادوما لي كات كوتيها مقطعين. دوك حنا واش نحكمو نديرو الوجه وها هو الظهر تاع من جهه الظهر نحكمو نكفو كفه هكا بيان. اللي ما عندهاش سورجي تكف ادو هكا، طبق القماش وندو نخيطو. حتى اللي ما عندهاش ماشينه تقدر حتى دير بالابره والخيط في الدار نورمال. هي مهم دير لولدها ولا بنت فيك اللي توصيهم عليهم الاساتذه. اخواتي هاني هذوك اللي كتقولي اللي قصيناهم كبيراتك اخواتي. درك هاني قاعده نخيط في الكات كوتي. هادوما لي كات كوتي تاع باه ندخلوا فيهم هذاك الكردة. تبعوا باك الخطوات درك تفهم. بيان سور نحيو الخط الزايد، خاصة البنات اللي يديروا بهم مشاريع. هادو قادرين يديروا بهم مشاريع ما شاء الله دخلوا منهم ارباح كبيرة. لازم تكون عندكم لا فينيسيون في الخدمة تاعكم ولا في السلعة اللي رايحين تبيعوها. باه الناس درك عادو تولهوا لا فينيسيون، تولهوا للخدمة، عادو الناس تعرف درك مش كيما بكري ناس تشري برك. وباه انتي تفرقي بين الخدمة تاعك تاع الدار والخدمة تاع السوق. لازم توجور تكون الخدمة تاعكم نظيفة. الخيوط هذوما زايدين الحديد، خاصة الحديد هي باه تبان لا فينيسيون تاعك الحديد، وهما كيما يقولوا الحديد هو الماكياج تاع الخياطة. هنا كمان هذوما لي كات كوتي خيطناهم. ودركا واش نديرو نحكمو نرجعو القطعة تاعنا على زوز هكا، نحطوها على زوز قد هكا. اللي مالفين يخيطوا نورمال يخيطوا طول، اما اللي ما تعرفش توجور تهز لي زيبانغل اللي ما تنجمش تحرك لها القطعه تاعها، تحكم بلي زيبانغل جوست وين خيطنا وين حطينا وين رسمنا هذا السطر نخيطوا مع هذاك وين حطينا طباشير نخيطوا هذوما لي دو كوتي تاع الكيس تاعنا. هذا الكيس ماهوش غير تاع خشيبات وقرايصات، كاينين حتى البنات يخبيو فيهم ليزيكسيسوار تاعهم ولا اي حاجه تخبي فيها كيما نقولوا حنا منظمات.
نخيطو مع قد مع وين خيطنا قد باه كيما بعديك نقلبوه ما تجيش نديروهاش مفتوحه هذيك البلاصه. اما بالنسبه هذوما لي كوتي هذوما شوف لي كوتي هذوما شوفوا كيف ما الخيط يتسنسر، خاصه كي يعود قطعه من الكتان. كاينين ناس عندهم سيرجي ديري سيرجي من لي دو كوتي نورمال باه كي تقلبيه ما كيما قلنا يكون حتى اشكال. اما اللي ما عندهاش سيرجي مش لازم تخليه كيما هكا وما تخليهش كيما هكا، تحكم تدلو هكا كفه تكفوا هكا على دو لي دو كوتي، تكفوا هكا طبقوا على زوز هكا وتكف. المهم ما تخليهش هكاكا. انا درتو اخواتي بالسيرجي هكا من لي دو كوتي وقلت لكم بلا شوي وانا جاها كيف ما تطبقوه وديروه. اما هذوما الزوز الفتوحات المحلولين دركا كيفاه نديرو، نحكمو نخيطو كيما التقنيه اللي نخيطو بها ركبو ندخلو استيك في سروال، نفس التقنيه نديرو هكا ونطبقو حتى وين الخياطه اللي خيطناها على الاول. باغ اكزومبل هكا تحكم تروح تحكم ان بانجل تحكم تحط هكا ونتولهو عندك لنخيطو على القطعه اللي من تحت توجور نتولهو ما نبقاوش نفرقو. كما اشرت من قبيله قادره حتى الاخت ما عندهاش ماشينه تديرها حتى بيدها بابره وخيط نورمال ليسونسيال تفرح ولدها ولا تفرح بنتها. خواتي هاني خيط لي دو كوتي هكا كما قلت لكم قبيلاتك. هنا اخواتي هاني خيطهم لي دو كوتي هكا. درك نقلبوا الكيس تاعنا. تحصلنا على مستطيل. درك هذاك الكوردون اللي قلت لكم عليه نقسموه على زوج، نحكمو ندخلو مسكه تخيمه نديروها هذيك ندخلو هكا جو غير راح ندخلو استيك ندخلو من الثقب الاول صادفنا الثقب من الجهه الاخرى نزيدو ندخلو في الثقب هذاك. هدايا كوردون يتباع عند اللي بيها لوازم الخياطه. اللي ما عندهاش كوردون دير السيور اللي عندها، ولا تقدر دير حتى بيت تخيطو على زوز ودير ليسونسيال هي دير شريط كبير فيه متر و15 سنتي. درك ها كيما هكا نحكمو هادو لي دو كوتي نحكمو نربطوهم. من هنا نديرو بالبريكه ولا بالشمعه ولا حين التسنسير هذا. درك نحط نهزو الخيط الاخر باسكو الخيط هذاك يخدم نورمالمون قسمناه على زوز، نحطو الجهه المعاكسه. المره الاولى دخلنا من درك وين جهه ربطنا بعد ندخلو الخيط تاعنا. اني نهضر ونكرر راني نخاطب في شريحه المبتدئات الخياطات اللي يعرفوا الله يبارك هذوك ما شاء الله عليهم. درك انا قاعد نخاطب في واحده مبتدئه اللي ما تعرفش الخياطه. ندخلو الخيط الثاني ندخلو بالعقيله ونجبدو باسكو هذوما لي كورتون يتسنسروا.
كي نجدو بالعقيله بيسك يتسنسل البيضه هدايا. سي بوغ سا قلت لكم ديروه حرقوه بالشمعه ولا بالبريكي ولا ليسونسيال باه مابقاش يتسنسر. هذا يصادفني الخيط التاني وبعديك باش نحكمو نربطوه كيما درنا المره الاولى. هما اخواتي الكيس، تحصلنا على كيس اللي عندها دي موتيف تاع ميدال دوكا تاع طفله صغيره، تاع باربي ولا فله ولا اي موتيف تلصقولها لهنا بالحديد بالمكواد ولا بالبيستولي ديالها هنايا تزيينه، ولا اللي تحب تخليها كيما تخليها كيما هكا. وهذوما الزوز كما قلت لكم اخواتي نحرقوهم في الزوز. هو هذا الكيس متعدد الاستعمالات، ان شاء الله تكون افدتكم والطريقه ديالي مبسطه وفهمتوا عليها. دعم واشتراك ليصلكم كل جديد. ان شاء الله نحط لكم فيديوهات تعليميه تخص شريحه المبتدئات، الاخوات اللي حبوا يتعلموا الخياطه، ولو حتى كانت موهبه هي الخياطه مش لازم تكون مثل حرفه ولا حتى موهبه، تعيني بها روحك، ديري بها حوايج لدارك لاولادك. دمتم في رعايه الله وحفظه. ان شاء الله فيديو اخر.